مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم جميعا مباشرة من مدينة بني ملال لمتابعة واحدة من أهم المباريات هذا الموسم في دوري الدرجة الثانية البطولة الوطنية إنوي لكرة القدم. رجاء بني ملال الذي يراود طموح الصعود للدوري الاحترافي الأول يواجه النادي القنيطري الذي يطمح لتجاوز مكانة لا تتناسب ولا تليق بمكانته باعتباره واحد من أعرق النوادي الوطنية، اثنين من كبار الدوري. رجاء اليوم يلعب هذه المباراة بأسطول من الرسميين، يطمح المدرب للاستفادة من قدراتهم. زكريا بن عبو، زكريا الأحيان، زين الدين بريغت، فيريرا دي سوزا، أيوب عديل، عبد الصمد أمال، محمد الهلالي، تشين سونغو، كانكوندي، نيوخوربا، أيوب البوزيدي، ورضا الشاقراوي. وتشكيل رسمي للرجاء الذي يدفع به المدرب في هذه المباراة السيد محمد البكري. مباراة يقودها واحد من الحكام الدوليين الكبار في البطولة الوطنية السيد جلال جيد وسعد وأشرف ريحان وحمزة شداد، هو ثلاثي تحكيم هذه المباراة. في الفار نجد جمال بالبصري وعسام الستار، وما حكم الفار والأفار في هذه المباراة. فيما النادي القنيطري يدفع بسعد الخلوفي، محمد دادسي، محمد نوف الطايري، ياسين وماست، حسن خضري، كريم ايت محمد، امين تغزوي، محمد الدويك، تياغو سارمنتو نوبري، بديع عوك واكرم المجدوب. وتشكيل رسمي للكاك في هذه المباراة التي تنطلق بعد لحظات. المدرب الذي يقود الفريق السيد منير الجعواني بمساعدة رشيد برواس وفيصل بن قاسو، وطاقم التدريبي للنادي القنيطري الذي يبدأ بهذه المباراة التي تجرى هنا في مدينة بني ملال في ملعب البلدي، واحد من الملاعب التاريخية التي استضافت عدد كبير من المباريات الكبرى في تاريخ الرجاء. قدرنا اليوم أن نعلق على مباراة بين اثنين من كبار البطولة الوطنية، من كبار كرة القدم الوطنية، الرجاء بتاريخه والنادي القنيطري بحاضره وماضيه ومستقبله. الفريق الذي يسعى لكي يحضر فريقا للمستقبل، لكي يحضر تشكيل قادر على أن يعيد الكاك في وقت من الأوقات للمكانة التي تتناسب وتليق بالنادي القنيطري. ننتظر ضربة البداية يا سادة، كل توفيق للفريقين معا. حضور جماهيري كبير، مناصرون رجاء بني ملال بالالاف يتابعون هذه المباراة، يعلمون أهمية هذه ومكانة هذه المباراة، مدى تأثيرها على صعود رجاء للقسم الوطني الأول والنادي القنيطري لتفادي نزول لأقسام الوات. ننتظر ضربة البداية بين الكاك ورجاء بني ملال. كل الطقوس تؤكد أنها مباراة نوعية خاصة من المباريات اللي نتمنوها أنها تفسح لنا المجال للاستمتاع أولا ولمتابعة كرة القدم التي نتمناها جميعا بين النادي القنيطري ورجاء بني ملال. ويعلمون قيمة وتأثير مباراة مثل هذه، وبالتالي الضغوطات النفسية التي ترافقهم في مباراة اليوم ليست بالضغوطات العادية، هي ضغوطات كبيرة. نتمنى أن ما توضعش قيود على الفكر الإبداعي لدى لاعبي النادي القنيطري ورجاء بني ملال. تنطلق المباراة يا سادة بين الكاك والرجاء بني ملال. أول كرة في المباراة، الرجاء بقمصانه الخضر والنادي القنيطري بقمصانه بالازرق السماوي. للتوضيح فقط، حضور جماهيري استثناء ما يقارب 10,000 مناصر وما يقل عن ذلك. الجمهور الحاضر والجمهور الذي لا زال يرابط في الابواب الخارجيه للملعب البلدي هنا في مدينه القنيطره. جماهير بالالاف كل حواري القنيطره وزقاقها وشوارعها والمنافذ المؤديه لها. تتواجد اعداد كبيره من مناصري النادي القنيطري ورجاء بني ملال. الكل يود ان يكون جزءا من هذه المباراه. سي محمد بكري الرجل الذي يقود هذه الملحمه التي يتمنى كل ملالي وان تقود رجاء بني ملال لصعود الدوري الاحترافي لكي يربط الماضي بالحاضر بالمستقبل. يعني يبحثون على ان يعيشوا جزءا من الاحتفالات اللي عاشتها اجيال سابقه في رجاء بني ملال. رجاء اللي كان واحد من كبار الفرق التي تعطينا سنويا، تفرق عدد من كبار اللاعبين لاعبي المستوى العالي. مباراه متوقفه الى حين فسح المجال لاسعاف اللاعب المصاب. هي الثواني الاولى فقط من هذه المباراه. برواس الذي يشغل مهام المدرب الى جانب منير الجعواني، برواس القائد التاريخي لفريق النادي القنيطري. رشيد كان قائدا فدا معه بن قص ومعه عدد من الوجوه التي وجوه مألوفة تتواجد في بنك البدلاء.
اللعب يتواصل يا سادة، اللعب يتواصل يا سادة هنا في مدينة بني ملال، ولا تزال النتيجة على حالها. أمر عادي، نتمنى أن تتغير في أقرب وقت لكي نتابع المباراة التي نتمنى شباب. مثل هذه المباريات لازم هدف يغير من مفاهيمها ويغير من التقاليد الراسخة في هذه النوعية من المباريات، مباريات السد. الكل يجمع على أنها مباراة بضغط نفسية ما تكونش فيها الكرة. لا 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 يا سيدي، من يحب أن يلعب كرة القدم وأن يمتع بالكرة وأن يفسح لنا المجال للاستمتاع مقدور ذلك بالرغم من القيود الممارسة. لكم عبرة يوم أمس في مباراة الإنتر وبرشلونة. ما تفكرنيش كرة والتسديد من يخار، إمكانية تسديد الكرة الأولى في هذه المباراة لرجاء بني ملال الذي يحاول الوصول للمرمى في الدقائق الأولى من هذه المباراة اعتمادا على تشيسونغو كونكوندي وديوخوربا. كرة في الجبهة الدفاعية عبر عبد الصمد عمال، تصل الكرة في المحور لدى حارس المرمى زكريا بن عبو، نقل الكرة للأمام وتدخل من دفاع النادي القنيطري. سيكتفي الكاك في هذه المباراة بتأمين المنطقة الدفاعية والاعتماد على الهجمات المرتدة، مع أنه رشيد ومنير والبقية حضروا سيناريو مغاير لفرض وجودهم الهجومي في هذه المواجهة أمام رجاء بني ملال. كرة في تماس للكاك للنادي القنيطري. هنا جعواني رجل الذي يعلم قيمة هذه المباراة ومدى تأثير هذه المواجهة. شفنا في البداية قربنا لكم يعني هذا جزء من التقاليد المعمول بها، نعرفوا الأجهزة الفنية من تضم، يعني لازم منير يضم وجوه ممتازة. شفنا رشيد برواس، هناك من قصو أيضا. في الضفة الأخرى عندنا أي تعريف، عندنا محمد البكري، هذه كلها وجوه تعرفوها وتعرفوا قيمتها وتعرفوا مكانتها. كرة من الطرف الأيسر لرجاء بني ملال، من الطرف الأيسر التغطية من دفاع الكاك. لازالت الخطورة ملالية والرغبة ملالية للوصول للهدف الأول. تشيسونغو كونكوندي يراهن عليه كثيرا المدرب محمد البكري. كونكوندي ضربة خطأ لفريق النادي القنيطري. الانتدابات على المقاس دائما ما يكون لها تأثير على مسار أي فريق. شوف اليوم الكونغوندي تشيسونغو 25 سنة، لاعب الكونغولي من الكونغو الديمقراطية، المهاجم الذي يظل بتأثير كبير على الخط الأمامي لفريق الرجاء. إمكانية للتسديد، تعود من جديد للكاك، مجدوب مرر كرة من الطرف الأيسر لفريق النادي القنيطري في الجبهة الدفاعية للكاك الذي يحاول الخروج بالكرة من جبهة الدفاع. محمد نوفل طيري بحث عن الامدادات من امين تيغازوي ودويك ويشروتان وعدد من الوجوه المألوفة التي تلعب ورقة مهمة جدا في هذه المباراة. كرة تصل لحارس المرمى القنيطري من الطرف الأيمن للكاك، إمكانية للوصول للمرمى متواصلة لمسة من الطرف الأيسر عند بديع حاول المراوغة، بديع حاول التخلص من الرقابة. التسديدة الأولى نحو من تغازوي، يأتي الدعم من أمين، إمكانية للتسديد، كرة تسدد والتغطية من دفاع رجاء بن ملال. المتوقع أنه مباراة مثل هذه من ضمن شيء أنه أي فريق سيختار طواعية التراجع للوراء، كل واحد منهم سيتبنى أفكار هجومية، لأنه لو استقبل هدف يأزم كثير المأمور. يعني شوف بكاري كيف يتفاعل مع اللاعبين، يقول لهم ردوا بالكم شوية خصوص الاختراقات على الأطراف. لما تكون عندك بروفايلات إمكانيات محترمة جدا، سواء بديع من الجهة اليسرى من الجهة اليمنى، نجد أمين تغازوي، هذه كلها أسماء تعتبر نقاط قوة لدى الكاك. لو استثمرها منير في هذه المباراة قد يخلق مشاكل كثيرة لفريق رجاء بني ملال الذي يراهن على ورقة اللاعبين الأجانب نيوخور والكونغولي تشيسونغو كونكوندي، دون أن نغفل عن القيمة المضافة لفيريرا سوزا باولو لاعب البرازيلي الجناح الأيمن. محظوظين بإمكانيات محترمة جدا فردية وجماعية للفريقين معا في هذه المباراة. كرة للنادي القنيطري، ينتظر السند، جاله السند من الطرف الأيمن، كرة في منطقة الجزاء. تيغازوي، أمينة تيغازوي الهدف الأول في المباراة.
أمين تيغازوي صنعت من الطرف الأيمن، والمتابعة في المرمى من أمين يشعل مدرجات النادي القنيطري في هذه المباراة. تصبح النتيجة يا سادة 1-0. ممتاز هذه الكرة، العمل كان كبير من الطرف الأيمن، وأمين تيغازوي كان تباطؤ في إبعاد الكرة من طرف لاعبين محور خط دفاع رجاء بني ملال في هذه المباراة. هنا الإعادة لما حدث، الإعادة للانطلاقة، انطلاقة من أمين تيغازوي الذي سددها في المرمى. تصبح النتيجة يا سادة 1-0 في الدقائق الأولى من مباراة الكاك ورجاء بني ملال. لم يكن يتوقع محمد سيناريو مثل هذا أنه يتلقى هدف في الدقائق الأولى أمام ما يقارب 2000 مناصر من مناصري حلالة بويز. الطرف الأخضر لستار بويز يتابعون عن كتب مردود فريقهم، يراهنون كثيرا على الكامباك، على رياكشن. الحكم يطالب اللاعبين بانتظار التأكد من سلامة وضعية الكاك في الكرة الماضية كما هو معمول به في عدد من الكرات اللي شفناها في المباريات الحاسمة في البطولة الوطنية. البروتوكول الاعتيادي المعتمد عليه من طرف حكام الوسط وحكام الفار. منير يعلم أهمية هذه المباراة، منير هدف في الدقائق الأولى مهم ومهم جدا. هنا الحكم يتجه للفار للتأكد هل كان هناك تسلل أو لا في هدف النادي القنيطري. جلال جيد يأمر اللاعبين بالسماح له لمتابعة ما حدث في كرة. السؤال الذي يبحث له عن إجابة جلال جيد، هل كان هناك تسلل في الهدف؟ هل كانت هناك مشاركة في الهجمة أم لا؟ لو كانت هناك مشاركة سيكون هدف ملغى، لو كانت الوضعية سليمة سيكون هدف سليم. أن الإعادة غزوي، ننتظر قرار حكم المباراة. الدقيقة 9 من الجولة الأولى. حول التأكد هل كانت هناك لمسة يد مشاركة في الكرة الماضية. جلال جيد يعود لأرضية الملعب يقول لهم هدف ملغى. نعم هدف ملغى للنادي القنيطري، وبالتالي المباراة تنطلق من جديد. النتيجة على حالها 0-0 بين النادي القنيطري ورجاء بني ملال. كان سبق معنوي مهم للكاك، لكن بعد تدخل الفار إلغاء الهدف. يستأنف اللعب من جديد. عمال في محور خط دفاع لفريق رجاء بني ملال. محاولة الخروج بالكرة من الجبهة الدفاعية، محاولة البناء، تضيع الكرة، تتحول من جديد للكاك عبر تياغو سارمنتو نوبري. كرة ضائعة تعود من جديد لفريق رجاء بني ملال. نيوخور في محاولة للمرور، نيوخور لكن تغطية من دفاع النادي القنيطري. إمكانية الخروج بالكرة من محمد هاتسي لحارس مرماهم سعد الخلوفي. كرة نحو نيوخور في مهام التغطية، ممتاز في تأدية المهام الدفاعية وملتزم هجوميا. نيوخور من اللاعبين الممتازين جدا، شفتم صراحة في البطولة الوطنية في دوري الدرجة الثانية. نيوخور من الأجانب الكبار اللي كانوا حاضرين انتقلهم في البطولة الوطنية في دوري الدرجة الثانية. كرة من الطرف الأيسر لفريق رجاء بني ملال. أيوب عديلة تتحول من الطرف الأيسر. أيوب عديلة لديه دعم من زين الدين بريغات، يلعب كرة للأمام. زين الدين المدافع السابق الدفاع الحسني الجديد اليوم يلعب لرجاء بني ملال إلى جانب عبد الصمد أمل. عادي الأمور اللي نشوفها في هذه المباراة. أجواء رائعة في مدرجات الملعب البلدي لمدينة بني ملال. هذا جزء من العشق الذي يعشقه كل منتسب لهذه المدينة لكيان رجاء بني ملال. يعرفون قيمة رجاء، يعرفون جزء من تاريخ رجاء بني ملال. هذا الحب الذي يمتد لمدرجات الملعب البلدي. جماهير رجاء تؤمن بقدرة هذه المجموعة على أن تصنع جزء من تاريخ رجاء بني ملال في البطولة الوطنية. رجاء الملال يقدم مباريات كبيرة والدعم، كل الدعم والسند، كل السند كان من جماهير عاشقة، جماهير وفية تعشق كثيرا نادية. أن التدخل من لاعب النادي القنيطري اللي توقف عن اللعب. في الضفة الأخرى حلالة شهيرة وجماهير حلالة بويز
التي تدعم النادي القنيطري، نادي التاريخي الذي يلعب كل أوراقه في بطولة هذه السنة بعد صعوده موسم واحد. يحاول إعادة الهيكل تدريجيا. الكاك أكيد سيكون أقوى وأكثر شراسة في السنوات المقبلة لو كانت الاستثمارات أكبر ولو كان دعم أكبر. نظن أن الكاك فريق مثل هذا محظوظين أن عندكم الكاك في مدينتكم، محظوظين أن عندكم النادي القنيطري يمثل مدينة من قيمة القنيطرة. غرباوة كلهم وراء الكاك في البطولة الوطنية. ضربة خطأ للنادي القنيطري. رجاء بني ملال التحول من الطرف الايسر. عبد الصمد عمال يصل بالكره من الطرف الايمن. بوزيدي للامام نحو البرازيلي فيريرا دي سوزا، والكره تتحول بعيدا عن مرمى النادي القنيطري. دقائق اولى صعبه من هذه المباراه، دقائق يلفها الكثير من الغموض فيما يتعلق بمن له القدره على ان يصنع الفرق في هذه المباراه. يصعب أنه أنقل لكم ولو جزء بسيط من الضغط المرسوم على محيي المناصرين في المدرجات. ملامحهم كلهم متغيرة، فما بالك اللاعبين والمسيرين. اليوم تشوف المباريات اليوم لما كنت جاي في الطريق التقيت بحكيم دومو في مقهى من مقاهي مدينة بني ملال. قال لي ما نقدرش نتحمل ضغط هذه المباريات في مدرجات الملعب. نتنقل مع فريق يتواجد في مقهى. يعني هذه من الامور فقط البسيطه اللي نشوفوها في البطوله الوطنيه في دوري الدرجه الثانيه ولا حتى في دوري الدرجه الاولى اللي كاين ضغط كبير، ممارسه على عدد كبير من اللاعبين. كره من الطرف الايسر لفريق النادي القنيطري. النادي القنيطري للامام لرجاء بني ملال. التغطيه التحول من جديد للفريق الملالي الذي يحاول انه يصنع الكره ويصنع الخطوره من الطرف الايسر. رجاء بني ملال يحاول ان يستثمر جزء من الضغط الكبير الممارس من طرف مناصريه، ولو انه في الضفه الاخرى هناك حضور جماهيري استثنائي لجماهير النادي القنيطري التي يراودها طموح العوده بنتيجه ايجابيه من هنا من مدينه بني ملال. كره من الطرف الايسر امكانيه للمتابعه من الكونغولي. تتحول ضربه مرمى. كين سونغو كونكوندي يتحين انصاف الفرص في هذه المباراه. في الكرات الهوائيه ممتاز، ممكن ان يكون عنده تاثير كبير حتى لما يكون واحد ضد واحد. عنده قدرات محترمه جدا لو استثمرها ممكن ان يكون عنصر مهم، عنصر ثبات هجومي فريق رجاء بني ملال. تتحول كره من جديد للكاك. محاوله تبني افكار هجوميه، الافكار الهجوميه مرتبطه بضروره الارتكاز على تماسك دفاعي بعيدا عن المغامره في التكتيك. ما هو هجومي مرتبط بجوده تبني الافكار الدفاعيه. كيفاش لك تهاجم من دون ان تكون عندك التزامات دفاعيه تكون توجدها سواء من لاعبين مدافعين او من باقي لي كومبارتيمون دو جو، سواء مهاجمين او لاعبي خط وسط. دويك تجربه اخرى لهذا الفتى متابعه هذه المره فريق النادي القنيطري رفقة مدربه السابق في نادي اولمبيك خريبكا منير الجعواني بعد تجربته مع لوسيكا. اليوم يقود النادي القنيطري فريق القلب فريق الروح. كرة في خط الوسط للكاك، لمسة للأمام نحو غزو. الحكم يتدخل للإعلان عن ضربة خطأ، سيتكفل هو بنفسه بتنفيذها باعتباره واحد من أفضل اللاعبين في التعامل مع الكرات الثابتة. أمين تيغازوي. أمين تيغازوي واحد من اللاعبين اللي لعبوا سنوات في البطولة الوطنية، لاعب إمكانيات محترمة جدا. أمين تيغازوي يتكفل بتسديد ضربة حرة مباشرة لفريق النادي القنيطري. اختبار آخر لدفاع رجاء بني ملال في هذه المباراة. تراجع كل اللاعبين رجاء بني ملال. نشوف 11 لاعب بما فيهم حارس المرمى كلهم في منطقة الجزاء، محاولة منهم لإبعاد أي نوع من الخطر. يرافق كرة ثابتة لفريق النادي القنيطري وسيتكفل بتنفيذها. كرة تلعب أمين التغازوي، لكن التصدي من حارس المرمى الملالي زكريا بن عبو. يبعد الكرة تتحول من جديد لفريق النادي القنيطري. تغازوي يلعب بسرعة، إمكانية لتمرير كرة عادية في منطقة الجزاء لفريق النادي القنيطري. السد على نفسه، تعود الكرة من جديد لفريق النادي القنيطري في منطقة الجزاء، والتغطية من دفاع رجاء بني ملال. رجاء بني ملال والكرة في التماس في تنفيذها محمد دويك. بكاري يتابع عن كتب ما يجري. المدافع
عن حظوظ فريقه في الصعود للقسم الوطني الأول اللعبة السابق للرجاء. كانت تجارب عدة رفقة عدد من نوادي البطولة الوطنية. كرة تتحول ممتازة نحو دسوزة، لكن التغطية من دفاع النادي القنيطري. ابعاد الكرة في التماس عبر حسن الخضري المدافع الاوسط العميد. تتحول كرة من نيوخور با يجي له دعم من محمد هلالي. تعود الكرة من جديد لفريق رجاء بني ملال عبر لاعب خط الوسط زين الدين بريغات لرجاء بني ملال. يلعب بمنتهى الهدوء بعيدا عن التسرع، بعيدا عن الافكار المغلوطه التي قد تسيء لرغبه الفريق في تحقيق النصر الكبير في مباراه هذا اليوم. عبد الصمد عمال عديلة لمسا للامام، الضغط من امين تيغازوي الضغط على عديلة، لعب سابق لشباب المحمدي والكرة في النهاية للحارس زكريا بن عبو. محاولة الخروج بالكرة من زكريا بن عبو، نقل الكرة للامام نحو نيوخوربا، لكن محمد دويك يتدخل ويبعد الكرة في التماس. خبرة تدويك في هذه المباراة من الطرف الأيمن لإغلاق المنافذ على نيوخوربا وسرعة نيوخوربا. كرة من جديد لفريق رجاء بني ملال، إمكانية نقل الخطورة من الطرف الأيسر، البحث عن إمكانية للمتابعة في المرمى، لكن مشت كرة بعيدة على المهاجم شينغسونغو كانكولدي. تعود الكرة من جديد في خط الوسط من كريم أيت محمد. كريم التحول من الطرف الايسر لاكرم مجدوب، الظهير الايسر لفريق النادي القنيطري. اكرم والكره في تماس في انتظار مباراه مستويات افضل، مباراه برغم هجومها اكبر. القيود الدفاعيه لا زالت تسيطر على لاعبي الفريقين معا في هذه المباراه. يهاجموا وضعين في حساباتهم، اي خطا قد يكلفهم استقبال هدف. سيكون صعب التقبل في هذا النوع من المباريات. نذكر أن فريق النادي القنيطري تم رفض هدفه في الدقائق الأولى من هذه المباراة في حدود الدقيقة 7 بداعي التسلل بعد العودة للفار. كرة من نيوخور من جديد، نيوخوربا يبحث عن إمكانيات للمتابعة من الكونغولي، لكن ضربة مرمى من الحارس الحكم جلال جيد، واحد من الحكام الدوليين المشهود لهم بالكفاءة. جلال انسان ملتزم يخوض هذه المباراه، عارفين مدى تاثير هذه المباراه، وبالتالي تم تعيين واحد من حكام التجربه لكي يدير هذه المباراه بين النادي القنيطري ورجاء بني ملال. ضربه مرمى للكاك سعد الخلوفي، سعد في تنفيذ ضربه مرمى. الخلوفي نقل الكرة للأمام، المتابعة من عمال. تعود الكرة من جديد لفريق النادي القنيطري بدي عووك، لعب سبق للوداد، كانت تجربة ناجحة رفقة حسنية تقدير مع البركاوي، مع عدد من اللاعبين السابقين لحسنية تقدير. الحسنية الذي يجد نفسه اليوم في وضع صعب جدا، في طريقه عنده مباراتين فقط، سينتظر هدية من باقي المنافسين من أجل تفادي مباريات السد مع ثالث ورابع دوري الدرجة الثانية. كرة من الطرف الأيمن لفريق النادي القنيطري، تتحول كرة من جديد، يعني من المباريات الأكثر صعوبة التي يعلق عليها في البطولة الوطنية من دون مجاملة، منتهى الأمانة والصدق. لما نشوف رجاء بني ملال فريق الشيء الوحيد الذي يستحق هو أنه يلعب في الدرجة الأولى، بالنظر لمكانة ورمزية المدينة وروعة ناسها وتاريخ ناديها. نادي رجاء بني ملال من النوادي الكبيرة، يلعب اليوم أمام نادي القنيطري. صعيب انك تقبل ان النادي القنيطري يلعب في اقصى ملوات من جديد. لماذا؟ لانه واحد من مصانع تفريغ كبار نجوم كره القدم الوطنيه، من بويحياوي، من بوسيتي، من خليفه، من جبران، من الفريق من الفرق الكبرى تستحق ان تلعب على البطولات في القسم الوطني الاول، وبالتالي هذا اللي يخلينا نعلق على المباراه احاسيسنا شويه مقيده باحترام وحب الفريقين معا. كره تعود من جديد لنادي القنيطري. كريم أيت محمد يلعب كرته في خط الوسط. محمد دنسي مضطر ان يعيد الكره للمدافع حسن خضري العميد. حسن الخضري بعيدا عن التسرع وصل لمين تغزوي، يمنح المدرب الكثير من الحريه من الطرف الايمن. كره والتسديده والتدخل
جديد رجاء بن ملال عبر نجم المرتد الانطلاق يبحث عن نيوخور بعد ثباته تحول الكره جيد من الطرف الايسر. رجاء بن ملال يفتقد لعنصر السرعه لكي يستفيد من خطوره مهاجميه في الخط الامامي، يعني الثلاثي الاجنبي السنغالي الكونغولي البرازيلي لازموا سرعه اكبر في البناء. كره من الطرف الايمن للنادي القنيطري، من الطرف الايمن صراع نيوخور محاوله استخلاص هذه الكره يتحصل على ضربه خطا. الحسم لن يكون الا في الدقائق الاخيره من هذه المباراه. صعب انك تحسم في امر من لديه القدره على الفوز بنقاط هذه المواجهه. رجاء بن ملال اللي خسر كل مسؤول المحمدي وزكريا قنبي بعد خضوعهم لعمليه جراحيه، غياب ايضا المؤثر اللي يتخصوا وسفيان اللطفي بداعي الاصابه. كل غيابات عندها تاثير على المجموعه في مباراه اليوم. يحاول تفادي ذلك وتجاوز ذلك المدرب محمد البكاري، توظيف لاعبين جدد قادرين على تحمل مسؤوليتهم في هذه المباراه. فيما مروان جمال وعبد الاله النحلي يغيبان معا على 6 و7 غيابات عن فريق النادي القنيطري او رجاء بن ملال عفوا امام الكاك. لكن يحاول الاستفاده من اغلب اللاعبين بخصوص لاعبين تجربه في دوري الدرجه الثانيه. مخطئ انه من يقول لاعبين شباب والاعتماد على لاعبين، لازمك لاعبين حريفيه، لاعبين متعودين على هذا الطقوس، لاعبين يقدروا يتحملوا الضغوطات، لاعبين ممكن يقدموا لك 100% من امكانياتهم ويكونوا بجرينتا بروح استثنائيه. هذه دوري الدرجه الثانيه، دوري الدرجه الثانيه تختلف كثيرا من القسم الوطني الاول. البدايات تختلف عن النهايات. البدايات ممكن وانك توظف لاعب 2 3 لاعبين شباب، لكن في النهايات المدرب يقول لك من الحماقه انك تطالبني بالاعتماد على اللاعبين الشباب. من سيرحمني انا امام ضغط المناصرين والمسيرين وما يدور في فلك الفريق ككل. كرة من الطرف الايمن تتحول من جديد لفريق النادي القنيطري، ضائعه لرجاء بن ملال الامكانيه للتسديد، يفتقد للتركيز، تسديده بعيده، قرار خاطئ، قرار ما كانش موفق. زين الدين بريغت يسدد الكرة بعيدا عن مرمى النادي القنيطري في مباراة نلعب ما يقارب 23 دقيقة من توقيت جولتها الأولى. والنتيجة يا سادة أمامكم، لا تزال التعادل 0-0 بين رجاء بن ملال والنادي القنيطري. ضغط كبير يرافق باقي المباريات التي تجرى في نفس التوقيت. اليوم رجاء بن ملال حاليا مركز ثاني 46 نقطة، كوكب المراكشي المركز الاول 50 نقطة، اتحاد يعقوب المنصور مركز ثالث 45 نقطة. هنا يظهر لكم جزء من الحماس في دوري الدرجة الثانية. كرة من الطرف الايسر فريق رجاء بن ملال، كرة للرجاء منطلق إعادة الكرة في الجبهة الدفاعية في غياب الحلول. ما عندهمش حلول كثيرة، ما عندهمش حلول كثيرة لاعبو رجاء بن ملال في هذه المباراة. كرة من الطرف الايمن جديد لرجاء بن ملال والتغطية من دفاع النادي القنيطري. الحكم يتدخل. اثارتني الرسالة في المدرجات، مثبتة في مدرجات فريق رجاء بن ملال. شوف هو في الخلفية عند الامتحان تعز الرجاء لا تهان، يعني تأكيد، يعني يوم الامتحان الرجاء ما تقبلش وانها تهان بنتيجه سلبيه قد تسيء لمسار الفريق لصعود دوري الدرجه الاولى. جماهير الكاك في الضفه الاخرى حتى هي الاخرى مؤمنه بانه ما يعيشه النادي القنيطري وبدايات البناء اللي صرح قادر على تبني ما عاشه الكاك لسنوات، سنوات المجد، سنوات العز. كرة تلعب لفريق رجاء بن ملال، الانطلاقه كيف سيتعامل مع الكرة؟ كان تعامل سيء. كرة من
دويك ينقل الكرة للأمام، لكن حسن حظ رجاء بن ملال كان تموضع ممتاز للمدافع الأوسط أيوب البوزيدي، والتدخل في آخر لحظة من حارس المرمى زكريا بن عبو. كرة من جديد محمد دويك، تتساقط دقائق الجولة الأولى من هذه المباراة يا سادة، والنتيجة لا زالت 0-0 في انتظار فرص التهديف، في انتظار الجرعة الهجومية المقيدة بمخاوف السقوط في فخاخ صعب جدا وانك تسقط فيها في اخر جولات البطولة الوطنية. فخاخ تم نصبها باحكام من طرف عدد من النوادي. كرة تلعب للامام رجاء بن ملال، لرجاء التسديدة، لكن تسديدة من زين الدين لم تغير شيئا، تصل حارس المرمى القنيطري سعد الخلوفي. ذكريات العروبي وايوب لاما وعدد من حراس الكبار اللي حرسوا مرمى فريق النادي القنيطري، دون ان نذكر رجال السبعينات والثمانينات والتسعينات. الكاك دائما ما كانت تقدم حراس مرمى مستواهم كان عالي جدا. تعود الكرة من جديد للنادي القنيطري، محاولة الخروج بالكرة ما تسرعش فيها، ينقلها للامام وتدخل من مجدوب او من بوزيدي عفوا في المنطقة الدفاعية لفريق النادي القنيطري، لكن كرة تجاوزت خط التماس.
أيها السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم لمتابعة الجولة الثانية من مباراة رجاء بني ملال والنادي القنيطري، واحدة من أهم مباريات هذه الجولة من جولات دوري الدرجة الثانية إنوي لكرة القدم. مباراة ستحدد معالم من سينافس على الصعود ومن سينزل لدوري القسم الوطني الأول. هو ننتظر ردود الفعل أولا من بعد ردة الفعل. شفنا جولة أولى كانت فيها فرص تهديف لكن غابت الواقعية الهجومية. جولة أولى غابت فيها عدد كبير من القناعات من طرف الفريقين معا في انتظار الأفضل منهم، طريقة تدبيرهم وأسلوب تعاملهم ورغبتهم لإسعاد الألف من المناصرين، سواء من يتابع هذه المباراة على قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أم الجمهور الذي يتواجد هنا في الملعب البلدي لمدينة بني ملال. سيكون تغيير هو الأول مع انطلاق الجولة الثانية للكعك. سيكو جاورا يسعد للدخول، سيكو جاورا يسعد للدخول في الجولة الثانية كبديل. سيكو رقم 6 تغيير أول لمنير الجعواني. منير يحضر نفسه للتعامل مع الجولة الثانية، يعلم أنه أي نتيجة غير الخسارة ستكون مهمة جدا معنويا للفريق ككل في انتظار المباريات المقبلة أمام اتحاد يعقوب المنصور، أمام شباب المسيرة في العيون، ومن بعد أمام الوداد الفاسي. هذه المباريات التي تبقت للكاك في بطولة هذه السنة. فيما رجاء بني ملال يعلم أنه كل مباراة عندها معنى خاص من أجل الصعود المباشر. لا يبحثون عن الصعود من خلال مباريات السد، بل حسم الأمور عبر المباريات المتبقية لإسعاد الألف من عشاقهم ومناصريهم. تنطلق الجولة الثانية سادة لفريق رجاء بني ملال. رجاء يحتفظ نفس اللاعبين نفس المجموعة، ثقة محمد البكاري في اللاعبين ككل ما تغيرتش بالمرة. تماس عمرو بديع عوك للكاك. قدم شوط أول محترم جدا، شوط أول كان محترم جدا. في انتظار الجولة الثانية من سيسجل، من سيبدع بهدف سيكون هدف النصر الكبير اليوم. انتصر رجاء بني ملال سيقطع شوط مهم للصعود، ولو انتصر النادي القنيطري سيقطع شوط مهم لتفادي نزول القسم الاول. كرة من الطرف الايسر لفريق النادي القنيطري عبر نيوخور. نيوخور واحد من اهم اللاعبين في هذه المباراة. نيوخور يطربني صراحة هذا اللاعب الملالي. نيوخور لاعب فريق رجاء بني ملال، لاعب مشاهد من اللاعبين المؤثرين، تأثيرهم واضح على تشكيل فريق الرجاء الملالي بالنظر قدراته الفنية، تأثيره على الجماعة. كرة الفريق رجاء بني ملال إمكانية التسديد، كرة تسدد، التدخل من دفاع النادي القنيطري دياورا ورفاقه. كرة من الطرف الأيسر للنادي القنيطري بهدوء في الجبهة الدفاعية. دويكل يصعد كثيرا من الطرف الأيمن، ملتزم دفاعيا بشكل أكبر، يعرف أنه يلعب أمام مهاجم من المهاجمين المحترمين جدا في البطولة الوطنية. يخوربا كرة من الطرف الأيمن تتحول من جديد لرجاء بني ملال. الحكم يمنح امتياز اللاعب. كرة من الجانب عبر سوزا، لكن التدخل من البديل سيكو دياورا. سيكو كلاعب ارتكاز يحاول من خلاله المدرب لتأمين خط وسط. كرة تلعب في منطقة الجزاء نحو نيوخور من جديد. نيوخور حافظ على كرته. شو طريقة الاحتفاظ بالكرة من طرف نيوخور ودويك. صراع استمر منذ انطلاق هذه المباراة. نيوخور يجد أمامه محمد الدويك، لاعب السنغال متر 86، عنصر محترم جدا. أمين انتغازوي، شوف طريقة خروج أمين ممتاز. أمين لم يتابعها بديع عوك في الكرة الماضية، فيما الضغط يتواصل من تياغو سارمينتو نوبري في الخط الأمامي. نوبري يبحث عن انصاف الفرص، والى جانبه نجد كلمة محمد يلعب وراء المهاجم، يحاول انه يضغط باستمرار
على رجاء بن ملال. كرة من نوبري كريم تسديدة من كريم، لكن التصدي من دفاع رجاء بن ملال. تعود الكرة من جديد لرجاء بن ملال. من سيسجل سيقترب كثيرا من تحقيق الانتصار. صعيب أن مباريات مثل هذه تكون في أهداف كثيرة. كرة من ليليا من الطرف الأيمن عبر سوزا يراوغ سوزا، ينقلها سوزا. كرة للأمام لفريق رجاء بن ملال الذي يبحث عن استثمار اجتهادات لاعبيه من أجل الوصول للمرمى، لأنه كل ما توسطت المباراة كل ما زادت الصعوبة، كل ما ضعفت الصعوبة، كل ما كبرت المخاوف، كل ما كنا على أعصابنا اليوم في مباراة الكاك ورجاء بن ملال. كرة من ليليا، نقل الكرة للأمام والتدخل من جديد لحارس مرمى يتخذ قرارات محترمة جدا منذ انطلاق مباراة اليوم. حارس مرمى الكاك الذي أصيب في الكرة الماضية، كرة مشتركة مع فيريرا دا سوزا باولو ريكاردو الرقم 10 حارس المرمى سعد الخلوفي. تدخل من سوزا في الكرة الماضية، كرة مشتركة. الحارس يعود لاستئناف المباراة من جديد. الهدوء في المدرجات، الكل يتابع بحذر تفاعلات مباراة اليوم بين فريقي رجاء بن ملال ونادي القنيطري. واحدة من أصعب مباريات هذه الجولة. كرة تنقل للطرف الأيمن، لكن شباب التصريف متفوق أمام شباب أطلة والاتحاد يعقوب المنصور، متقدم على شباب التصريف 1-0، وندير وجدية فايز 1-0 على سرع واتسام. راسينغ متفوق على اولمبيك تشيرا 1-0. بدات فاس امام استاد ماروكان 1-0، و2-0 شباب المسيره امام الاتحاد الاسلامي الوجدي. هذه كلها نتائج تدفع الفريقين معا لتحقيق الانتصار للاستفاده من النتائج الحاليه ولو انها مؤقته. رجاء بن ملال الحكم يقول موصل اللعب. سيكو دياورا من الطرف الايسر، سيكو والكره في التماس لفريق النادي القنيطري. سيكو دياورا يتمنى ان يكون ورقه رابحه في الجوله الثانيه. سيكو دياورا مدرب منير انتبه الى انه لو خلى فريق رجاء بن ملال خلوا له المساحات بالشكل شفناه في الجوله الاولى ممكن ان ينعقوا في لحظه، وبالتالي ادخال سيكو دياورا لمنح التوازن الكافي للكاك في خط الوسط كلاعب ارتكاز بروفايل حدود الساعه يؤكد جدواه في الجوله الثانيه من هذه المباراه. كره نحو بدي عوق لكن مع عمال المدافع الاوسط، عمال الذي يكسب تماس. المالي سيكو دياورا عمره 21 سنة. تدخل، كرة بين سيكو دياورا وأمين تغزوي، سوء تفاهم بين سيكو وأمين، والكرة في التماس مصلحة النادي القنيطري بعد نوادي في دوري الدرجة الثانية تنتدب لاعبين أجانب أفضل بكثير من دوري الدرجة الأولى. هذا سيكو دياورا 21 سنة، ما نظنش أنه تم انتدابه بمبالغ خيالية، لكن الدقائق الأولى اللي شفته فيها في الجولة الثانية من هذه المباراة تأكد أنه عنصر مهم جدا. سيكو دياورا، استخلاص الكرة من سيكو دياورا، نقل الكرة من الطرف الأيسر لفريق النادي القنيطري، تسدد ممتازة جدا. رقم 6 سيكو دياورا 21 سنة، لاعب المالي. قلت لكم انه في دوري الدرجه الثانيه اجانب افضل بكثير من دوري الدرجه الاولى. جوده الانتداب مهمه جدا، تنتدب لاعب مغمور يكون بهذه الجوده اللي نشوفوها. كره مشتركه بين اللاعبين، نتمنى الا تكون الاصابه خطيره تمنع سواء لاعب الكاك او لاعب رجاء بن ملال من اكمال هذه المباراه. الكره من الطرف الايسر المراوغه في محل في زمانها في مكانها، والتصدي ممتاز من حارس مرمى رجاء بن ملال. لعب متوقف
في انتظار أن يستأنف لاعب رجاء بني ملال المباراة رفقة زملائه. هل سيتمكن من إكمال المباراة أو لا؟ شوف طريقة تعامل بدي عوك مع لاعب رجاء بن ملال، الروح الرياضية العالية في الكرة الماضية، ما نظن شيء أنه سيكمل المباراة رفقة زملائه. المدرب محمد البكري سيكون مجبرا على إجراء تغيير، والأول في مباراة اليوم. جماهير الكاك في خلفية الصورة، دعم لا مشروط من دون قيود، دعم كبير للنادي في مباراة تعتبر تحدي كبير للفريق. في انتظار إسعاف اللاعب المصاب. جماهير الرجاء ضغط خاص يطبق على صدور المناصرين. وهنا منير يحاول يصول ويجول على خط التماس. شوف المشهد في المدرجات، المتابع في هدوء الناس من ملال، الناس الكرم وناس النخوة وناس اللي عندهم ارتباط جنوني بكرة القدم والرياضة. رجاء بني ملال في يوم من الأيام لازم ملعب كبير يتناسب ويليق بحجم وقيمة هذه المدينة، يعني النوادي الكبيرة في جهة خليفة بني ملال، رفقة نادي أولمبيك خريبكا. حديث اليوم عن إنشاء ملعب كبير في خريبكا، إنه ملعب كبير أيضا في مدينة بني ملال. النوادي الكبيرة لازم هذه الأشياء تتوفر على منشآت رياضية بمستوى عالي جدا، وتكون جزء من الأحداث الكبرى الرياضية التي تنتظر بلدنا إن شاء الله. يعني اقتصاد المدرجات أيضا نشوفوه، اقتصاد المدرجات. مباريات كرة القدم شوفوا مباريات فقط لا، شوف صغار التجار اللي يجيو لمتابعة المباريات في الاستثمار في الملاعب الكرة من خلال بيع بعض المنتجات البسيطة اللي عندها تأثير كبير على حياتهم اليومية، على مصدر قوتهم. يعني المشاهد اللي تعيشها في المدرجات. خلونا نبعدوا شوية من كرة القدم، نتابعوا هذه الصورة الجميلة ونعلقوا عليها ونتفاعلوا معها في انتظار أن تستأنف المباراة من جديد. الصالحي في طريقه للدخول كبديل قادم. تغيير اضطراري لرجاء بني ملال. كمال الصالحي تغيير اضطراري، يتم نقل اللاعب المصاب لتلقي الإسعافات. نتمنى له الشفاء العاجل، يعود لاستئناف المباراة من جديد رفقة زملائه. كرة من سيكو ديوارا، سيكو يتحصل على ضربة خطأ. ونقل لاعب رجاء بني ملال عبر سيارة إسعاف إلى إحدى المساحات للاطمئنان على حالته الصحية. هناك إصابة على مستوى الركبة أظن، نتمنى له الشفاء العاجل، يعود سريعا لإكمال المباراة رفقة زملائه ورفاقه. فسح المجال لإجراء تغييرات للكاك. إجروتان يسعد الدخول، فيما الضفة الأخرى رجاء بن ملال الضيف محمود قيسومي كبديل آخر ينضاف لقائمة لاعبين اللي يتم الاعتماد عليهم. التغييرات اللي تجرى مع انطلاق الجولة الثانية. توفيق جروتان، ورقة هجومية أخرى للمدرب، يدفع بلاعب تجربة آخر فيما تبقى من دقائق هذه المباراة.
محاولات متواصلة، غادر بعد ما أدى المطلوب منه تياغو سارمينتو نوبري. تياغو سارمينتو يغادر يفتح المجال لتوفيق جروتان تحت من بعديلا في محور خط الدفاع. عديلة يتدخل، نقل الكرة للأمام للكونغولي تشينسونغو كونكوندي. كرة من دويك، استلم الكرة توفيق ضاعت منه، تتحول من عمال للأمام لرجاء بني ملال، لكن تدخل ممتاز. سيكو دياورا عميد الكاك حسن خضري يعتبر عنصر مهم جدا لمستوى تأمين الجبهة الدفاعية. أغلب قراراته قرارات موزونة، قرارات بعيدة عن التسرع. نقل الكرة من الطرف الأيسر لفريق رجاء بني ملال، من جديد الانطلاقة من الجهة اليسرى. زكريا الأحيان يخربا، زكريا في منطقة الجزاء، تمضي لا تزال الخطورة لرجاء بني ملال من الطرف الأيمن، إمكانية للمراوغة والتدخل من دفاع الكاك. زاد فيها كثير في الكرة الماضية وبالتالي ضيع على نفسه على فريقه فرصة التوغل. نقل الكرة للأمام لأيت محمد، أيت محمد نادي القنيطري جاله دعم من دويك، دويك من الطرف الأيمن، دويك يحاول أن يمر لكن التغطية من لحيان تشينسونغو تتحول من جديد لرجاء بني ملال الذي ينقل الخطورة من جديد عبر شقراوي اللي يحاول أنه يدعم كثير فريقه. شقراوي يحاول أن يقلل الضغط شوي على فريقه في هذه المباراة. ساعة من اللعب بالتمام والكمال والنتيجة على حالها والأوضاع كما هي، لا يزال تعادل مفروض علينا دائما 0-0. تشينسونغو ودويك، تشينسو يلعب كورتو، يمكن التسديد المباشر، فضل أن ينقلها للجهة اليمنى، فضل أن يلعبها للجهة اليمنى طويلة في التماس فقط لفريق النادي القنيطري. رجاء بني ملال الجولة الأولى قدم واحدة من أسوأ الجولات الأولى اللي لعبها في البطولة الوطنية. دائما ما كان يكون ممتاز في التعامل مع الجولات الأولى في المباريات السابقة، في انتظار ردود فعله في الجولة الثانية أمام النادي القنيطري المنظم المهيكل. الفريق يلعب مباريات محترمة جدا، عنده بروفايلات محترمة أيضا. الكاك تلعب كرة من الطرف الأيمن لفريق رجاء بني ملال الذي يواصل ضغطه في انتظار وأنه يجد العنصر القادر على ترجمة هذا الضغط لأهداف يعني غير ناجع هجوميا. تغيب عنه نجاعة الهجومية، يغيب عنه توفيق في أغلب القرارات الهجومية المتخذة من طرف لاعبيه. كرة على الفريق النادي القنيطري نحو يجروتان، وكأننا أمام لاعب صغير السن. هذا هو يجروتان يتحصل على ضربة خطأ ويفرض على حكم المباراة وأنه يخرج بطاقة صفراء توفيق يجروتان. ذكاء كبير، البروفايل كان ممتاز لما كان لاعب للكاك ولما لعب للوداد ولما صار وجال في عدد من نوادي كرة القدم الوطنية. توفيق يجروتان عنصر مهم جدا يدفع به المدرب في الجولة الثانية لاستثمار قدراته في الاختراق وجودته في التعامل مع انصاف الفرص امام رجاء بني ملال. يفرض على ايوب عديلة التدخل بهذه الطريقه وبالتالي الحكم يمنح ضربه خطا. شوف بكاري في بنك البدلاء والى جانب عبد الحق العريف نجم السابق للوداد العريف عمر بحفيظ والمباراه التاريخيه امام الاسماء هناك في الجزائر اللي كانت القدم بجوج ومشاهده بلادهم في كره القدم الوطنيه. العريف واحد من اللاعبين المهره الكبار اللي مروا في كره القدم الوطنيه. ضربه خطا للنادي القنيطري يسعد لها سيكو دياورا وباقي اللاعبين. ينفذها من تغزوي الذي يتكفل بتسديد الكرة الثابتة كيف ما كان نوعها. غزوي ومن يتكفل بتنفيذ الكرة الثابتة. صعود لاعبين النادي القنيطري، كرة وإمكانية من أجل الوصول للمرمى من طرف لاعبي الكاك. أمينة غازوي في القائمة الأول نحو يجروتان لكن تضيع. يلا الهجمة المرتدة لفريق رجاء بني ملال لكن دويك يتدخل والكرة تتحول. يقول الحكم ضربة زاوية أم ضربة مرمى؟ الحكم يقول ضربة مرمى مصلحة رجاء بني ملال. مباراة وسط مباراة بين البكاري والجعواني. تعود الكرة من جديد من الطرف الايسر للكاك. عديلة يخر نحو الصالحي لكن تدخل ممتاز من طرف
دفاع النادي القنيطري تعطل فيها وبالتالي ضاعت منه. محمد نوفل الطايري يتراجع نسق المباراة مرة أخرى في انتظار الهدف. الكل ينتظر في الهدف من المباراة وتسجيل الهدف وبلوغ النقاط الثلاث والاقتراب إما من الصعود أو تفادي نزول دوري الدرجة الثانية. نيوخور السنغالي مع أمين تيغازوي والخطأ لرجاء بن ملال. لا شيء حسم بعد في مباراة اليوم بين الرجاء والكاك. كرة ثابتة للفريق الملالي من الأحيان. التدخل من سيكو لا تزال الكرة ملالية والتدخل من دفاع النادي القنيطري. عمل كبير في خط الوسط من لاعبين النادي القنيطري. من تغزوي يعود للتغطية. سيكو ديوارا سيكو لرجاء بن ملال في منطقة الجزاء. المتابعة من تشين سونغو لكن تدخل العميد والقائد يبعد الكرة من الطرف الأيمن دائما لرجاء بن ملال الأكثر احتكاك للكرة في الجولة الثانية. كرة في منطقة الجزاء والتغطية ممتازة في التماس. الحسم لا زال مؤجلا في مباراة. هذا هو السيناريو اللي كان متوقع قبل بدايتها. يهاجموا لكن يلغوش بحساباتهم تأدية الوظائف الدفاعية. راي مرفوعة من طرف الحكم المساعد. وراء للأمام من جديد عبر بديع أووك يحاول يحتفظ بكرة أووك لكن ضاعت منه. تدخل ممتاز لدفاع رجاء بن ملال من جديد. انطلاقه ملاليه. شوف هجمات رجاء بن ملال الاعتماد والارتكاز على الجبهه الدفاعيه. تغيير وجهه تمرير من الطرف الايسر عبر الاحيان. يلعب كرات مباشره نحو تشين سونغو. تجديد سيكو ديوارا ممتاز سيكو. مشات كره ممتازه للكاك تتحول في تماس. استلام الكرة من جديد من طرف لاعبي رجاء بن ملال.
البحث عن نيوخور، وعمل كبير يقوم به الدويك يقوم بعمل كبير في المباراة المتواصلة هنا في الملعب البلدي لمدينة بني ملال الذي يحتضن مباراة الجولة 27 من الدوري الاحترافي دوري الدرجة الثانية. والنتيجة أمامكم لا تزال تسجل التعادل. 67 دقيقة من اللعب، 67 دقيقة. نقل الكرة للأمام نحو أمين غزوي. غزوي الكنترول في محله في زمان وفي مكان، وأمين غزوي مع نيوخوربا يتحصل على ضربة خطأ. كرة من غزوي، ضربة خطأ أخرى بعد تدخل هديلة علي محمد. نادي القنيطري اللي يشوفه اليوم ما يقولش أنه فريق يلعب من أجل تفادي الوصول، يعني كفرديات، كفكر جماعي، كتنظيم، فريق منظم بكل أمر وبكل صدق. ربما الجوانب الذهنية والمعنوية والجوانب التحفيزية هي اللي تلعب دور كبير في مجال كرة القدم. يعني هناك لاعبين انتدابات محترمة جدا، كلهم اللي نشوفهم اليوم مؤدين المطلوب منهم، لكن مباراة الكرة لا تستأمن بالمرة. ما يمكنلكش انك تأمن ليها حدود هذه الدقيقة، ما عارفينش من سيفوز من سينتصر. خطأ قد ينسف كل شيء بالنسبة لرجاء أو النادي القنيطري. أيوب عديلة، استقبال الكرة من لحيان لنيوخوربا، تتحول من جديد لفريق رجاء بني ملال. رجاء بني ملال ما كاينش تسلل، لا راهي مرفوعة، راهي مرفوعة. كرة محمد الهلالي، الانطلاقة من الطرف الأيسر كان في وضع تسلل، وراهي مرفوعة من طرف الحكم المساعد. الكل يتابع بحذر ما يجري في باقي المباريات التي تجرى في نفس التوقيت. النتائج عندها ارتباط بعضها. اتحاد يعقوب المنصور 3-1 امام شباب اطلس خنيفره، يعني وضع ضغط كبير على رجاء بني ملال الذي يلعب هذه المباراه وعينه على نقاط الانتصار. كرة من الطرف الايمن، تشيرة والاخر متعادل 1-1 مع راسينجا البيضاوي. الكوكب فايز 1-0 على يوسفية برشيد. هذه النتائج المسجلة لحدود هذه الدقيقة. ضربة خطأ لرجاء بني ملال الصالحي، ضربة خطأ في مكان صعب جدا على الكاك. شباب المسيرة أمام ليزمو 3-0. نتائج توضح لكم جزء ما ينتظرنا في الدقائق الأخيرة من هذه المباراة بين رجاء بني ملال وفريق النادي القنيطري في انتظار الجولتين أو 3 جولات المتبقية من البطولة الوطنية دوري الدرجة الثانية. ضربة خطأ للكاك، لمسة للكاك من خلال كرة ثابتة. شينسونغو والصالحي من سيتكفل بتسديد الكرة الثابتة. الضربة الحرة لفريق رجاء بني ملال الذي يراهن على ورقة الكرة الثابتة من أجل تسجيل هدفه الأول في هذه المواجهة. جلال جيد، يدقق في كل شيء، يدقق في كل معطى، في كل جزئية. حماس كبير، يطلع تسديد الكرة الثابتة. تشينسونغو الكونغولي القادم من كينشاسا، تشينسونغو وتصدي من دفاع نادي القنيطري. تتكسر الكرة القادمة من كينشاسا نحو القنيطرة في الكرة الماضية. لم يحسن التسديد بالمرة. بطاقة صفراء أخرى يتم توزيعها من طرف جلال جيد. نصل للمراحل الختامية من دوري الدرجة الأولى ودوري الدرجة الثانية.
لحظات الحسم. الشيء الوحيد الذي حسم هو بطل الدوري الاحترافي ينوي الأول فريق النهضة البركاني لحسم الأمور قبل جولات كثيرة من موعد النهاية ونزول شباب المحمدية لدوري الدرجة الثانية. عدا ذلك الأمور لا زالت مبهمة في دوري الدرجة الثانية وفي القسم الوطني الأول. – 72 دقيقة لعب. كرة من عديلة لحارس مرمى، ضغط من إجروتان، تتحول في هدوء لأيوب عديلة. شوف الضغط الممارس من طرف لاعبين نادي القنيطري، ضغط في الثلث الأخير من الملعب. رجاء بن ملال محاولة تقييد تحركاتهم، لكن يخور يتحرك بشكل ممتاز بين الخطوط من الطرف الأيسر. يخور بالسنغالي، يخور يلعبها في القائمة الثانية، لكن التدخل من دفاع النادي القنيطري. مشات كرة في تماس لرجاء، قيسوم الذي دخل بديلا في الجولة الثانية، واحد من الاختيارات اللي يدفع بها المدرب، فيما منير الجعواني والآخر يساعد لإحداث المزيد من التغييرات. سعلاوي البديل، سعلاوي قادم في التشكيل. ورقة أخرى لمنير يدخل مكان بديع عووك اللي أدى المطلوب منه لما يقارب 73 دقيقة لعب. نتحول تدريجيا نحو الربع ساعة الأخير من المباراة، والنتيجة لا تزال سلبية 0-0. محاولات بعض الكرات تتحول من جديد لفريق النادي القنيطري من الطرف الأيمن. سعلاوي بديل ينقل الكرة نحو توفيق إجروتان، توفيق وتماس لرجاء بن ملال. غيابات في صفوف رجاء بن ملال تترك أثر كبير على مستوى جودة القرارات المتخذة من طرف المهاجمين، وحتى البناء في خط الوسط تنقص أشياء كثيرة تساعد النيوخور وتحرر النيوخور. شين سونغو باقي لاعبين في الخط الأمامي، الصالحي من ضمنهم، لاعب الذي دخل بديل في الجولة الثانية. ضربة زاوية من ليليا، ضربة زاوية لرجاء، ورجاء المناصرين كله في الرجاء من أجل بلوغ المرمى بهدف أول. كرة من ليليا في منطقة الجزاء وتدخل ممتاز لحارس المرمى، تدخل ممتاز، محاولة عكس الهجمة، محاولة استغلال هذه الكرة. يأتي غزو عمال، الكرة مشت للكعك، للكعك للأمام والهدف الأول، لكن راية مرفوعة وتسلل على توفيق إجروتان في انطلاقة الكرة الماضية. توفيق إجروتان وتسلل يعلن عنه الحكم لتظل النتيجة على حالها والأوضاع كما هي. كان تعامل ممتاز مع تدبير الهجمة المرتدة من الإعادة لما حدث. صعب ولو أنك تجيب يعني أي شخص صعب أنه يحسم في الكرة الماضية، وبالتالي حكام الفار سيأخذون وقتهم وسيستعينون بخط التسلل الوهمي إما لتأكيد الهدف أو إلغاؤه. سننتظر تدخل الفار مرة أخرى في هذه المباراة ونحن نلعب الدقيقة 76 من المواجهة، والنتيجة سادة 0-0. وجلال يحاول التأكد مما حدث بالضبط في الكرة الماضية عبر خط التسلل الوهمي الذي سيوضح بالضبط تموضع توفيق هل كان سليم أو لا في الكرة الماضية. ننتظر كما تنتظرون، نترقب كما تترقبون أنتم، نتابع كما تتابعون ما يجري، والحكم يقول تسلل في الكرة الماضية وبالتالي هدف مرفوض، وتستمر النتيجة يا سادة دائما 0-0 بين الكعك ورجاء بن ملال.
للإعادة اللي اعتمد عليها حكم الرئيسي حكام الفار لإصدار قرار بإلغاء هدف للنادي القنيطري. كرة تتحول من جديد لرجاء بن ملال. جوج الأهداف مرفوضة للكاك في مباراة اليوم. كرة من الصالحي والتدخل، كرة تسدد ممتازة جدا، ممتازة من انيو خوربا، خرج كل ما عنده في الكرة الماضية. انيو خوربا جزئيات بسيطة فصلت ما بينه وما بين هدف لمصلحة رجاء بن ملال. ممتازة التسديدة، ممتازة التسديدة من يوخور، حاول أن يلعبها في الزاوية البعيدة، يلعبها في التسعين لكن مشات بعيدة شوية. كرة لمصلحة النادي القنيطري. ثلاث دقيقة تبقت عن مشهد النهائي، مشهد الختام في مباراة رجاء بن ملال والنادي القنيطري. النتيجة أمامكم أيها السادة، لا تزال متعادلة 0-0. كرة والانطلاقة للنادي القنيطري من جديد من الطرف الأيسر من تيغزوي ينقلها للأمام 1-2 في منطقة الجزاء، وخروج الحارس. لا تزال الكرة قنيطرية، سدد لكن ما ضبطش أموره في الكرة الماضية. تضيع الكرة للنادي القنيطري عبر اللاعب البديل سفيان السعلاوي. كان خروج خاطئ الحارس مرمى رجاء بن ملال في الكرة الماضية، كانت الزاوية مفتوحة لكن كان ممتاز الأحيان في التغطية في الكرة الماضية. لو ما كانش الأحيان في التموضع اللي كان فيه، لكن رجاء بن ملال في وضع صعب في الكرة الماضية. يتواصل اللاعب وتتساقط الثواني والدقائق للإعادة من هذه الزاوية التي تؤكد أنه توفيق كان متسللا، وبالتالي خط التسلل الوهمي يوضح الامور بشكل نهائي. كره ونقل الكره للامام، لا تزال لفريق النادي القنيطري تدخل من دفاع رجاء بن ملال. ترويض الكره بشكل ممتاز، محاوله الخروج بها من طرف سيكو كامارا. هدوء كبير ميز مستوى اللاعب المالي سيكو كامارا، والكره في تماس، لمسة من الطرف الأيمن للنادي القنيطري. عمال في محور خط الدفاع، تغطية ممتازة من دفاع الكاك. من جديد البحث عن خلق الزيادة العددية، لكن ضاعت من توفيق جرتان. تتحول سريعا ليبعديلا رجاء بن ملال. خطورة رجاء بن ملال، اللاعب للحس به ممكن وأن يغير النتيجة. انيو خوربا هو اللاعب اللي تحس به انه ممكن يغير لك النتيجه. في الضفه الاخرى النادي القنيطري تيغازوي وايجروتان وايت محمد عندهم خيارات هجوميه افضل. هذا الوصف للوضع الحالي. رجاء بن ملال لو كان سند كبير لانيو خور في مباراه اليوم لكان الفريق في وضع افضل من الناحيه الهجوميه. تتواصل التغييرات، 80 دقيقة من اللعب والنتيجة يا سادة التعادل 0-0. جماهير الكاك السند كبير والدعم كبير للفريق في تحدي أكبر أمام رجاء بن ملال. دعم اللاعبين من طرف مناصري رجاء بن ملال في المدرجات، يعرفوا امنين انه مش وقت الانتقاد، طريقه باش يحفزوا